ثلاث بنات اوعى تغلط غلطة عمرك وترتبط بيهم، ولو ارتبطت بيهم I did it my way. اولا السلبية النكدية، وعلشان تحكم عليها صح لازم تفرق كويس ما بين السلبية النكدية الطبيعية اللي نكديتها دي بتنبع من اهتمامها بالتفاصيل كأنثى اكتر منك انت كرجل، فبالتالي بتنكد عليك علشان هي شايفة حاجات انت مش شايفها. والنكدية بتاعتها دي انت كرجل تقدر تتأقلم معاها وتتعايش معاها عادي، باعتبار ان هو سلوك بشري عند السيدات بنسبة اعلى من الرجال. لكن بقى الشخصية السلبية النكدية دي اللي بتكون مش راضية عن نفسها ومش راضية عن العالم، مش راضية، مفيش حاجة بتعجبها بمعنى الكلمة. ومن دوافع عدم رضاها المستمر ده إن هي ما عندها ثقة بنفسها، دايما بتحاول تعاتب نفسها وتجلد ذاتها على أشياء عدت عليها فترة ومضت، فده بيأثر على طريقة تفكيرها. نرجع مثلا للسلبية النكدية الطبيعية، هتلاقيها على قد ما هي بتبين لك عدم رضاها بس بتعمل كام حاجة مختلفة عن الشخصية السلبية صرف. اولا هتحاول تعمل كنترول شويه، يعني علشان تحترم مشاعرك وما تحطهاش تحت ضغط ان انت مش عارف تحقق لها مطالبها العاطفيه والنفسيه وكل حاجه، فهتعترض مرات بس تيجي مره تتفهمك وتمشي الموضوع، مش طول الوقت زي الشخصيه السلبيه صرف. نيجي مثلا للسلبيه النكديه، هتلاقي ان هي مش بتديلك تفسير منطقي لاسباب رفضها، هو لا وخلاص، مش عاجبني ده وخلاص، ليه هو كده. لكن لاقي بقى الشخصيه النكديه الطبيعيه على قد ما هي برضو ما عندهاش كبرياء مناعه ان هي تفهمك كل شويه، بس هتلمح، هتنكشك، مش هتسيبك. ده انت لو عملت نفسك عبيط وكانك مش فاهم احتياجاتها هتلاقيها جت اعترفت لك بكل حاجه. ودلوقتي بقى معاك المقياس اللي تقدر تفرق ما بين اذا كانت هي نكديه طبيعيه ولا نكديه سلبيه في مشاكل عندها داخليه. لو طلعت سلبيه نكديه اهرب، وانت لو طلعت سلبيه نكديه اتغيري قبل ما يهرب. وانا دلوقتي اللي ههرب عشان عندي شغل. ولو حبيتوا تتابعوني على الانستجرام على اليوتيوب هتبقى حاجه عظمه جدا منكم. باي باي.